مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو دكتور عبد الرحيم أحمد، اختصاصي بأمراض الأطفال وحديثي الولادة. خلونا نحكي ونرحب بالبداية مع ضيفنا الدكتور عبد الرحيم ونقول له مساء الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير واهلا وسهلا استاذ عماد. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا للي عم يشاهدون عبر البث المباشر عبر كومنت، فيكم تطرحوا أي سؤال بما يخص مجال اختصاصنا. هو اختصاص طبيب الضيف اليوم هو اختصاص أطفال. عبر البث المباشر عبر كومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. يلي عم يسمعونا كمان أنتوا عم تسمعوا لبرنامج صحتك بالدنيا. رح نبلش موضوع طبعا تقلبات الجو بتصير في أمراض كتيرة، بالأخص الأطفال اللي هنا الفئة الأضعف. يعني بنلاحظ بالعيادات عدد كم كبير بالأطفال مكتظة، لكن شو هالفيروس شو هالأمراض الدكتور عبد الرحيم رح يتطرق لنا عن هالفيروس اللي يعني حاليا موجود، أو خلينا نحكي عنه. بالبداية رح يشرح لنا يا دكتور المراجعين تبعكم شو هن الحالات أكثر يا شيء. اهلا وسهلا، مساء الخير. هلا طبعا نحن بالبدايه شو هي الامراض الفيروسيه؟ الفيروسات هي عباره عن كائنات مجهريه صغيره بتصيب الاغشيه المخاطيه عند الاطفال او الكبار بشكل عام. بتحتل الخليه وبتتكاثر فيها، وبالتالي الدي ان اي تبعها او الار ان اي الفيروسي ببلش بيتكاثر بها الخليه وبينتشر بشكل كبير جدا جدا ضمن جسم الانسان. اللي بيخلي هالفيروس يظهر بهالفترة هي شغلتين أساسيات. الشغلة الأولى هي تغلبات الجو. نحن أحيانا مثلا بنكون بفترة جو دافي وفترة ببلش تغييرات الطقس. صح. الأطفال بيتعرضوا للبلد، بيتعرضوا لتغيير الجو مثلا، بالإضافة لافتتاح المدارس والروضات بهالفترة هاي. كمان بيصير إنه في عنا تجمعات، لأنه الفيروس بينتقل عن طريق الرذاذ المباشر من طفل لطفل، أو عن طريق شرب السوائل من طفل لطفل، أو العطاس والسعال، وبالتالي بيتم انتشار هالفيروس بشكل بيصير عندنا جائحة. لأنه الطفل اللي بينعدى مثلا بالبيت أو بالشارع أو منعدى من المدرسة، هذا الطفل بده يعدي كمان كل شيء قاعد حواليه، وبيعدي أخواته بالبيت، والأطفال اللي بيحتك معه، حتى الكبار كمان يمكن ينعدوا منه. فالالتهابات الفيروسية إذن هي التهابات بتتعلق بتغيير الطقس، بفترات تغيير الطقس، وبالتجمعات الكبيرة يعني. وخاصة نحن هلا بمدارسنا، يعني بتشوف بمدارس اللي موجودة هلا، مدرسة زكي الأرسوزي بابا شو اسمها، يعني عاملين غرف صغيرة مثل هالغرفة هاي، بيحطوا فيها شيء 40-50 طفل. إذا طفل مرشح إجباري بده يعدي الأطفال الثانيين. الإصابة الفيروسية عند الأطفال مثل ما قلنا بتبلش باحتقان شديد بالأغشية المخاطية. نعم. ببلش الطفل بيظهر عنده أعراض عدم ارتياح بالبلع، عدم قلة. المرحلة الثانية ببلش عنده بقى بيصير عنده سيلان. هالسيلان هذا نعم. بالبداية بيكون سيلان أبيض عادي. نعم. دليل إنه هذا إنتان فيروسي، ما في التهاب ثانوي. بيترافق بقى بوجود ترفع حروري يكون عادة خفيف عند الأطفاف. إذا ترافق بإنتان ثانوي، أو كان عنده الطفل مشكلة ثانية مثلا من حساسية بصدره، أو عنده مثلا عند الأطفال الالتهابات الفيروسية بتعدي بالبلعوم وبتنتشر عبر الأغشية المخاطية، يمكن تنتشر للأذن الوسطى، يمكن تنتشر إلى القصبات، فبتعمل التهاب أذن وسطى مصلي يتحول لاحقا لالتهاب أذن وسطى قيحي، أو يعمل التهاب قصبات شعرية وبصير بعدين عندنا ذات رئة فيروسية أو ذات رئة وقصبات. بالإضافة لهالأعراض هاي، في عندي أحيانا بتصير عند الأطفال شوية أعراض هضمية. احتقان البلعوم الشديد أو تخرش البلعوم بيعمل عند الطفل شوية غثيان. نعم. ويصير بالتالي عندهم إقياءات. يمكن نفس الفيروسات اللي بتعمل هالاحتقان البلعوم نمطهم، في عندنا مثلا فيروسات الكوكساكي، أو فيروس المليساء المعدية، أو فيروس الحمى المعوية. أيوة. هدول بيعملوا أعراض هضمية عند الأطفال. بالإضافة للرشح وللحرارة بيصير عندهم إقياء وإسهال كمان. بس بيكون الإسهال فيروسي، ما يعني بيطمن يعني بيطمن. إيه. أكثر فيروس مزعج بالنسبة للأعراض الهضمية فيروس اسمه الروتا، أو نحن بالطب بنقول قريب الأمعاء. تمام. يعني شلون الطفل بيصير عنده سيلان مي بأنفه، بيصير عنده سيلان مي بالأمعاء. تمام. إسهال مائي غزير جدا، يمكن الطفل خلال ساعة يطلع 7-8 مرات. ممكن. وبالتالي بيصير عند الأطفال الصغار اللي أوزانهم أقل من 10 كيلو تجفاف إذا ما تعوضت له السوائل الكافية خلال الفترة المناسبة.
بالاضافه لهالاعراض هدول بيصير عند الطفل فقدان شهيه، الطفل بيرفض الاكل، بيرفض السوائل، فمشان هيك بيزيد الطين بله هالشيء هذا كمان. نحن بالنسبه لنا اذا شخصنا الانتان الفيروسي، مثل ما قلنا الانتانات الفيروسيه اذا بنعد اسبابها في كثيره، في فيروس الكوكساكي. اول شيء بنعد الامراض الطفحيه، الامراض الطفحيه في عندنا الحصبه والحصبه الالمانيه، صح. وفيروس التهاب سنجابيه النخاع او شلل الاطفال او مرض الحمى الايام الخمسه. هدول امراض طفحيه اعراضها بتكون ما بتميزها عن اي اعراض فيروسيه ثانيه. بعد فترة 3-4 أيام 5 أيام ببلش فترة الحضانة، بتختفي، بتظهر عنا النمط الطفحي اللي طبيب الأطفال بيميزه، يمكن يقول للأهل إنه هاي حصبة ألمانية أو هاي حمى قرمزية أو هاي حصبة عادية أو تناظر نحن بنسميه الفم واليد والقدم، تناظر فيروسي بيصير عند الطفل بقع مثل كأنك حرق سيجارة بيتم بإيده، نحن بنسميه قلاع فموي، بالإضافة إلى تقرحات جلدية بالباطن الإيد وباطن القدم. فبيصيب المناطق الثلاثة، التم والإيد والقدم، مشان هيك بالطب بيقولوا تناثر الفم واليد والقدم. هذا كمان انتان فيروسي. بالفترة الأخيرة عندنا انتان فيروسي شائع جدا صاير، هو الريسبيراتوري سينيسيال فيروس، أو بسموه فيروس التهاب القصبات الشعرية. أيوة. بالعربي بيقولوا ربو الأطفال، بيقلد الربو أعراضه بالعامية. الفيروس هذا بيبلش مثل أي فيروس ثاني كمان بالتهاب بلعوم احتقاني، سيلان، عطاس، حرارة خفيفة، سعلة خفيفة، نفس الأعراض. بعد 24-48 ساعة ببلش ينزل على قصبات الطفل، لأنه هالفيروس هوايته أنه يفوت على القصبات. بضمن القصبة بيعمل تخرج قصبي، وبالتالي بيزيد من إفراز المخاط بالقصبات، وبيعمل تشنج قصبي، فبالتالي بيصير عند الطفل أعراض زلة تنفسية، وزيز، تطاول، زفير، وبلغم لزج. هدول علاجهم كمان هلا رح نذكره هو الإماهة الجيدة مع المرطبات وموسعات القصبات والسوائل الكثير، وإذا احتاج الطفل يمكن نعمل له تبخيرات رذاذ وجلسات أكسجين بالمقابل. بالفترة الأخيرة من 2019 دخل على الخط فيروس الكورونا. نعم، هذا كان فيروس الكورونا. هلا بالشام من فترة دكتور نبوغ العوا اللي هو مسؤول الجائحات بوزارة الصحة أعلن أنه الكورونا رجعت على الشام من جديد، وبالتالي نحن كمان عم نشوف الأعراض نفسها. بيجينا الطفل بأعراض حرارة جدا قوية ما بتنزل، وهن عام شديد جدا مع آلام عضلية. الطفل بيقول لك راسي، اللي بيفهم طبعا الطفل الصغير بيقول يا أخي ما عم بسكت، بيبكي كثير تماما، يبكي قلق موجوع. نعم. هالأعراض تكون عبارة عن صداع، آلام معدية معوية على شكل مغص ومعوي، وبالتالي إسهال ومغص، وبالإضافة إلى آلام عضلية. بتقول له للطفل واعي شو عمو هون إجرك عم بجاعك، يقول لي والله إجري ما عم بيقدر يمشي عليه تماما. فنحن هالأعراض هاي بتتماشى مع فيروس الكوفيد 19، بس طبعا مو نفسه الكوفيد 19، هذا الشكل المطور، شكل يعني. فيروس بطور حاله. نحن هلا الفيروس شو تركيبته؟ عبارة عن حمض أميني، عبارة عن مثلا مجموعة حموض أمينية، لنفرض فيروس من 9 حموض أمينية. نعم. رقمناهم 1 2 3 إلى 9. إذا رقم 8 إجا فات بدل 2 و2 صار بدل 8، صار فيروس جديد بيعمل أعراض جديدة وأعراض بتناسبه وجائحة جديدة ووضع جديد. هو بيكيف حاله حسب حسب البيئة اللي هو بيعيشها. مشان هيك نحن الفيروس بيقولوا يا أخي فيك تعمل منه سلسلة بسبحها بتروح فيها على الصين وبترجع على سوريا، لا نهاية، لأنه الفيروس بيطور حاله. صح. بيطور حاله. فهالفيروس الجائحة الجديدة هلا كمان عم نعاني من أعراض كثيرة منه، حتى الكبار. أعراض هضمية، مغص ووجع بطن، استفراغ وإسهال قوي، حرارة قوية، وبالإضافة إلى أعراض السيلان والاحتشاح القصبي والوهن العام والتعب العضلات. هذا بشكل عام عن الفيروسات اللي هلا عم نشوفها اكثر شيء جائحه، اللي هن الامراض الطفحيه، بالاضافه للفيروسات المعويه اللي بتصيب الامعاء مثل الروتا والفيروس المعوي او الحمى المعويه، وبالاضافه للفيروس المستجد اللي هو الكورونا والريسبيراتوري سينيسيال فيروس او التهاب القصيبات المخرجيه. ولا يخلو من انتانات ثانويه يمكن يعني. اي فيروس اذا صار عند الطفل، اذا كانت خاصه مناعته ضعيفه، طفل عنده مثل مشكله قلبيه، طفل عنده سوء تغذيه، بيصير عنده تطور بالانتان البلعوم الثانوي، بيكون في عنده جراثيم انتهازيه. صح. بتستغل ضعف الجسم الطفل، وبالتالي بتتطور عنده، بتعمل زياده الطين بله، بالتالي حراره اقوى وفقدان شهيه، ويمكن يحتاج الطفل إماهة وقبول وسوائل وريد. تماما. دكتورة، لا من جملة شرحك للفيروس والفيروسات اللي أكيد ضمن شرحت موضوع الأعراضية كان ضمنها يعني. طيب دكتور، كيف عم تشخصوا أو التشخيص التفريقي بين كل هالفيروسات بعيادتكم بهالسماعة
وبالفحص السريري يا ترى بتلجأوا لإجراءات تانية مثلا مثل ما يعني صورة شعاعية للصدر، تحليل دموي مثلا، في إجراءات تانية بتتخذوها لحتى تشخصوا المرض بالتأكيد؟ تماما. هلا نحن بشكل عام 90% من تشخيص الأمراض الفيروسية هو تشخيص سريري. تماما. بنفحص الطفل في عنده أعراض سيلان، احتقان بلعوم، ما في تقيح لوزات، ما في عنده خراخر أو وزيز أو عنده مثلا ارتشاحات بالسماعة. الشيء اللي بيميز الأمراض الفيروسية انه اذا الطفل نزلت حرارته، مثلا اعطيته خافض حراره، بيرجع نشيط وبيلعب كانه ما في شيء. اما الامراض الجرثوميه، مثلا طفل عنده تيفوئيد، عنده التهاب لوزات قيحي، عنده التهاب امعاء جرثومي مثلا بالسالمونيلا او بالشيجيلا، الطفل صحيح راحت الحراره منه بس بيضل عنده وهن وبيضل عنده تعب ولتعالج النمط الجرثومي. تحسن جزئي بيكون يعني. تماما. تحسن راحت الحراره نوعا ما وضعه مقبول، بس ساته الوهن، التعب، فقدان الشهيه. هذا الجرثومي دكتور. الجرثومي. نعم. الفيروسي بمجرد انت نزلت الحراره عند الطفل، ميهته بشكل كويس، اخذ شوي سوائل ما فيش، نشيط وبيروح وبيجي، رجعت الحراره بتشوف كمان رد كن وتعب يعني. ايوه تماما. فنحن بنفحص البلعوم، عندي بين علامات التهاب بلعوم احتقان واضح، سيلان الانف، مفرزات مخاطيه بيضاء. الطفل هايج ضايج، عنده تذمر، ما مرتبع. عند الاطفال اللي بيصير عندهم اصابه معديه بيشوف تطبل بمنطقه الشرسوف يعني. تمام. تطبل شرسوف وعدم ارتياح بالجس البطن. بيكون عندهم اسهال، الاسهال هذا اسهال مائي، ما عنده اي اعراض ريحه كريهه، ما في زحير، ما في الطفل مثلا بيطلع على حاله بحالات الزحار بيكبس على حاله بينمغص قبل ما يتوجع وبيبكي. هذا ما في، الطفل بيسهل بدون ما يحس بشيء، لانه هذا فيروس. تماما. بالاضافه لهالشيء هذا انه الخافضات الحراره والسوائل والايماء الجيده بتشوف خلال 48 ساعه بيرجع الطفل لوضعه الطبيعي. نحن بدنا ناخذ نقطة انه 85% من انتهاءات الاطفال بفترة تغيير الطقس هي فيروسية. مشان هيك هلا بكل دول العالم بيقولوا روحوا شربوا الطفل سوائل كثير ما هو شيء، واعطوه اسهل خافض حرارة، هو بالعلمية بنقول الاسيتو امينوفين. أيوة. او نحن بيقولوا عندنا التيمبرا او السيتامين. تمام. بالاضافة الى احيانا الايبوبروفين كمان بيعمل يعني نعطيهم للاطفال الاكبر شوي. فتشخيص الأمراض الفيروسية إذن هو تشخيص سريري. بيصفي عني في بعض الحالات مثلا يصير الطفل عنده هجمات، عنده أرضية تحسسية، أو مريض سابق، أو مثلا عنده وزنه قليل بيصير عنده نوبات سرقة، فهذول بضطر أصور صدره لأتأكد من الشيء هذا. أو في عندي طفل مثلا بحالات خاصة الإصابة بالكوفيد، انه الطفل الحراره ما عم تنزل قد ما بتعطيه خافضات الحراره، فبنعمل تحليل نحن نسميه بالطب التعداد العام او البروتين الارتكاسي، CRP، مع تعداد عام. بتشوف انه الصيغه انتانيه، الصيغه عاليه على حساب العديلات رغم انه انتان فيروسي، والCRP بيوصل لارقام عاليه جدا كتير. فهدول بنضطر نحط لهم على ايماها وريديه مع معالجه وريديه لريس ما تتحسن الحاله العامه. تماما. اذا هالحالات هاي بتضطر انه المريض يمكث بالمشفى يعني حسب الحاله، بس يعني 90% ما بيحتاجوا مشفى. اما ال10% اللي بيكون مثلا عندنا اطفال اللي اعمارهم اقل من 6 شهور او وزنهم قليل، الاطفال اللي عندهم مشكله قلبيه، فتحه بين البطينين، الرباعي، اطفال عندهم يعني تشوهات قيله سحائيه، عامل عمليه سابقه، حاطط شنط مثلا مشان استسقاء دماغ، طفل عنده داء زلاقي، طفل عندهم مشاكل مناعيه، هذول بدك تكون هيك شوي حذر معهم، تشخصهم بكير مشان ما تتطور حالته. او الاجراءات ممكن تكون يعني شوي اكثر، يعني اكثر نعمل احتياطاتنا ممكن تكون اجراءات بسيطه او ما تستدعي لاي. لا تستدعي لا. رح نذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر البث المباشر وعبر الاف ام، طبعا على الموجة 103.5 عم تسمعونا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور عبد الرحيم احمد، اختصاصي بامراض الاطفال وحديثي الولاده. عم نحكي عن جمله الفيروسات اللي عم تهجم الأطفال وبتكون عيادات الأطفال مكتظة بالحالات هاي. يعني الدكتور شرح لنا كتير عن وبشكل موسع عن هالفيروسات هاي. دكتور، موضوع انه ممكن عامل الخطورة من شوي حكيت يعني تطرقت عليها، لكن لو حددنا انه اذا الحالة ترقت وكانت انهملت او الاهل ما كانوا متعاونين او الطفل ما استجاب، ممكن المرض هذا يترقى او لشو ممكن يؤدي؟ هلا مثلا الالتهاب الفيروسي اذا بنحكي مثلا بنسبة عالية جدا، بنسبة 75 لل 95%، بأسوأ الأحوال الطفل خلال 3 4 5 أيام تجي هجمات حرارة وصداع وفقدان شهية، بيطيب بجميع الأحوال، ما في أي مضاعفات.
في حالات مثلا نحكي عن فيروس التهاب القصبات الشعريه، إذا كان عند الطفل مثلا مشكلة قلبية أو عنده مثلا نقص مناعة أو الحالة اللي اجته قوية، وحتى لو كانت مناعته كويسة معه تلاسيميا، يمكن الطفل يصير عنده نقص أكسجة ويوصل لمرحلة الاختناق ويختنق بالمفرزات وبالبلغم اللي بصدره. يكون الأعمار صغيرة دكتور، ما هيك؟ إذا الأعمار صغيرة مثلا طفل وزنه أقل من كيلوين، مناعته ضعيفة، رضاعه صناعي، هدول بيصير عندهم فورا ضيق نفس وزرقاء، الطفل من الزلة ما عم بيقدر يرضع تماما، وبنفس الوقت في حرارة عالية وضيقة نفس، فيمكن يختنق بأي لحظة. تماما. الشغلة الثانية الفيروسات المعوية أو الروتا فيروس. الروتا فيروس قلنا فيروس بيصيب الأمعاء وبالتالي بيعمل إسهال مائي، يمكن الطفل بال 24 ساعة يطلع 30 مرة. الطفل اللي وزنه 3 4 5 كيليات ونسبة السوائل بجسمه 85% من وزن سوائل، صح. إذا طلع 30 مرة باليوم معناته صار عندي جفاف. هالجفاف هذا يمكن يعمل قصور، توقف قلب وتنفس، وبالتالي يعمل معي اضطراب شوارد، نزف دماغي، ممكن جدا جدا. فنحن الأمور ما لازم نهملها، خاصة عند بعض الأطفال، شريحة معينة اللي عندهم أمراض مناعية، اللي عندهم مشكلة قلبية، اللي عندهم شن دماغي، اللي عندهم سوابق التهاب سحايا، هذول لازم نبحث عن وضعهم. أطفال اللي عندهم التهاب قصبات أو مثلا ضيق نفس والطفل عم بيزرق، فيني أعمل له إجراءات، مثلا أعمل له رزاز ما رزاز، أعمل له على المشفى جلسة أكسجين لبين ما نعمل مثلا التشخيص المناسب له، نطلب صورة صدر في ذات رئة مرافقة. أحيانا كثير بصير معي ذات رئة فيروسية. صحيح هو فيروس بس بيعمل ذات رئة كمان، ارتشاحات فيروسية، التهاب سحايا فيروسي كله وارد. خاصة مثلا في عندي فيروس بيصيب النكاف، نحن نسميه المامبس أو الغدة النكفية. من اختلاطات الغدة النكفية أحيانا التهاب سحايا عقيم أو فيروسي. تمام. هدول طبعا حالات نادرة دكتور، نادرة بس ممكن تصير، ممكن حسب. فنحن قلنا 90% 95% الأمور آمنة ما في شيء، بس عند شريحة معينة من الأطفال أو عند الأطفال اللي ظهرت الأعراض عندهم لأكثر من 3-4 أيام وما صار في تحسن، بالعكس الوضع الطفل عم يسوء، يفضل يستشيروا الطبيب بشكل سريع. تماما. طيب دكتور، هلا للمستمعين وللي عم يشاهدونا انه عم يسمعونا وعم نشرح وكذا وكذا، طب دكتور العلاج كيف بيكون؟ هلا العلاج ب 90% من حالاته علاج عرضي. الحجر الزاوية بالإصابات التنفسية هو الإماهة الجيدة بالسوائل الكافية. أيوة. مع إعطاء خافضات الحرارة. بالإصابات الفيروسية المعوية حجر الزاوية هو إصلاح الميزان الشاردي. تمام. يعني بدنا نعوض الأملاح، المية الشوارد، ظروف تجي الأوزمو أو مية الأملاح بيسموها، لازم نعوضها. إذا كان الطفل عم بياخذ حليب أمه نضل على حليب أمه بشكل كبير لأنه حليب أمه طبيعي. إذا كان عم بياخذ حليب صناعي يفضل يتحول لحليب نمط LF أو بيسموه الفري لاكتوز، لأنه السكر اللي بيفوت على الأمعاء بينشط هالفيروس، بيخليه يتغذى ويتطور أكثر على الجلوكوز. فبالتالي نحن بنمنع السكريات عن الطفل، بندخل له إماهة جيدة، أملاح. للأطفال اللي عندهم إنتان تنفسي بنكترهم من السوائل وبنعطيهم خافضات حرارة، بنعمل لهم ترطيب للأغشية المخاطية بسيروم ملحي أو بمضادات الاحتقان. اللي هي مادة نحن بنسميها الديفين هيدرينات، بتخفف الاحتقان وبتخفف البلعوم. إذا كان في مفرزات بلغمية بنعطي حالات بلغم. الأطفال اللي صار عندهم حرارة أو حالة عامة سيئة يمكن ندخل أنتيبيوتيك. طبيا الأنتيبيوتيك المناسب للفيروسات هو الأسيكلوفير. أيوة. بس نحن ما بنطبقه كثير. هذول بنعطيهم غالبا انتيبيوتيك عادي مشان نخفف الانتانات الثانويه، وبنعطي خافضات وموسعات قصبات ومضادات احتقان وسعله. في الدواء اللي اسمه الزيدوفودين، هذا اللي كانوا بيعطوه لمرضى الكوفيد 19، هذا موجود وفعال، بس مثل ما قلنا الفيروس طور حاله وبالتالي ممكن ما يستجيب. فبيصفي العلاج عرضي. علاج عرضي، خافضات حراره، يعني دائما خافضات حراره، مسكنات، إماهة جيدة. هلا الفيتامين سي معروف انه هو الانتانات الفيروسيه رائع جدا جدا، موجود بالبرتقال والليمون والرمان والافوكادو، وهدول يعني التغذيه الكويسه للطفل كمان ترفع مناعته بتقويه. الطفل اللي بينقطع عن الاكل بتسوء حالته اكثر. صح. يعني انا بتذكر انصبت بالكوفيد شيء 3 أسابيع 4 أسابيع ما اكلت، فصار انهيار كامل بجسمي. صح. فمشان هيك الاكل لازم الواحد ياكل. إذا ما بيقدر ياكل نشربه سوائل كتير، عصير برتقال، كوكتيل فواكه، أي شيء، خضرة، شوربات ما شوربات، شيء دافئ، شوربات ما شوربات، الشغلات هذول بيحصل تحسن بحالة الطفل مع خافضات الحرارة. الأطفال اللي بتسوء حالتهم من وراء إسهال شديد أو زلة تنفسية أو حرارة قوية أو إقياءات، الطفل ما عم بيقدر ياخذ الأدوية،
هذول بنضطر نراجع الطبيب مشان نشيك عليهم. اكيد طبعا حسب كل حاله لها خصوصيه يعني. دكتور، نحن دائما بنهايه مقابلتنا بنوجه نصائح للاهالي، باعتبار نحن انتم شريحتكم من الاطفال ما راح يستجيبوا شيء، فالفئه الموجهه واللي تنصح للاهالي يعني اولياء الامور. الاباء اولياء الامور نحن مثلا عندنا طفل مثلا رشح، نعم. اول شغله قبل ما بلش علاج هالطفل ما ببعته ليعدي غيره. يعني مثلا انا ابني مرضان، ما في داعي ابعته على المدرسه او على الروضه، صح، لانه الطفل اذا بالبيت ارتاح، الهواء النظيف ضروري جدا للطفل، تماما. السوائل الجيده، وبالتالي الطفل لما بيروح على الروضه بده يتعب حاله، بده يعدي غيره. فنحن بنقول يعني تماما بده يلعب وبده يركض، والطفل صغير بيجي على المدرسه فارق. فالراحه الجسديه بالبيت، الإماهة من السوائل، نكتر لهم سوائل سخنه مثل الزهورات والبابونج والزعتر البري والشغلات هذول، نكتر لهم الفواكه بهالفتره هي خاصه البرتقال والحمضيات، نعم. نعطيهم خافضات حراره، ما بنخلي، لان نحن مثلا من احد المضاعفات اللي يمكن تصير مع الطفل من الحراره العاليه الاختلاج الحروري اللي بيصيب الاطفال بين ال6 شهور وال5 سنين. الطفل حرارته صارت بال40 وما اهتمينا فيه، اختلج الولد. هالاختلاج هذا صار عنده نقطة ضعف، مستقبلا على أي ارتفاع حرارة يمكن يختلج. الاختلاج بيأذي دماغ الطفل، صح. وبالتالي أنا بدي أمنع عن الطفل الحرارة العالية بالكمادات وبالخافضات الحرارة والتحاميل الموجودة إلى ريس ما أرجع. إذا ظلت الأعراض أكثر من 3 أيام يفضل نراجع الطبيب ونتبع التعليمات تمام بخير ان شاء الله. دكتور، هيك سؤال نختم فيه لقائنا، طبعا هذا خارج عن موضوعنا. تنصح الاباء والامهات يكون في عندهم ادويه معينه بالبيت، سواء اللي عندهم الطفل مولود جديد لعمر خلينا نقول 5-6 سنين، شو بتنصح الاهالي يكون عندهم موجود بالبيت؟ الدواء الاساسي اللي بيكون موجود بالبيت هو الاسيتا امينوفين، اللي هو التيمبرا او السيتامول، بالاضافه الى مضاد التهاب لا ستيرويدي مثل البروفين يكون موجود بالبيت. قطرات الانفيه اللي هي عباره عن سيروم فيزيولوجي يكون بالبيت. مضادات الاحتقان الانفيه تكون موجوده بالبيت. تكون في عندي شريحه من التحاميل مثلا، كمان تحاميل حراره هي نفسها يعني السيتامول يا اما نعم. تحاميل مثلا البروفين بيجي الديكلوفيناك او ماده الديكلوفيناك الصوديوم، او الايبوبروفين اللي هو شراب وتحاميل بيجي. كمان التيمبرا بيجي منه تحاميل وبيجي شراب او نقط. هذول بيكونوا موجودين بالبيت. انه صارت الحاله بنص الليل مثلا بدي انزل حرارته باي طريقه. في كثير من الاهالي بيرجعوا بيغطوا الطفل بالحافين وبطانيه ويحطوا له طاقية على راسه وجرابين عم يجرف. هذا بالعكس بدك تخفف عنه مشان حرارته تطلع. فبشربوا سوائل كثير، بعطيه خافض حرارة، وبحاول بعمل له كمادات على راسه مثلا، على ايديه بغسل له ايديه اجريه، بس مو بمي بارده، مي دافيه. في احيانا اهل بيقولوا يا اخي انا حممت الولد بمي بارده، الدنيا شتيه والولد مقرب يحطوه تحت الحنفيه مي بارده. يعني هذا تشنج، هذا يمكن يتشنج يصير معه مي دافيه يعني، بغسلوا بحمام عادي مي دافيه وبحطوا بطشت مي دافيه وبحمموه بلعبوا شوي. وبعدين بحطوا بشكير وبلبسوا بقعدوا بالتخت تبعه. هذا بخفف الحراره. وبشربوا سوائل كثير، لانه الحراره بتطرد السوائل من الجسم، لانه الجسم بده يقاوم الحراره فبيتبخر، فبصير عنده نقص سوائل. نقص سوائل بيزيد الطين بله. فنحن بنميه الطفل، بنميه بسوائل. مثلا ما بيحب المي بشربوا زهورات، ما بيشربوا زهورات بيشربوا عصير. اي شيء سوائل فيه، مثلا حليب خليه يشرب، صح، خليه يشرب سوائل كثير. ألف شكر لكم دكتور عبد الرحيم على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. شكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم. مستمعينا، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا أنتم وأولادكم بخير وسلامة.